يا ترى عمرك فكرت ازاي ناس في العالم بتقدر تعيش في أماكن البرد فيها بيكون قاتل؟ احنا في بلادنا ممكن نشتكي من شتاء تقيل شوية، لكن في أماكن تانية الشتاء مش مجرد فصل عابر، ده بيكون معركة يومية بين الإنسان والطبيعة. تخيل إن درجة الحرارة تنزل لدرجة إنك تخليك تشوف أنفاسك بتتجمد قدامك، والمية اللي في الكوباية تتحول لتلج في ثواني. الأماكن دي مش بس درجات الحرارة فيها بتبقى تحت الصفر بشهور طويلة، لكن كمان الطبيعة هناك بتتحول تماما. الاشجار بتتجمد والبحيرات بتتحول لمسطحات صلبة، والسماء بتبقى مليانة ظواهر غريبة زي الشفق القطبي. ورغم ده كله الناس هناك مش بس عايشين، دول كمان عندهم ثقافات وأنشطة مبهرة بتخليهم يتأقلموا مع البرد. أهلا بيكم ويلا بينا نسافر مع بعض نروح دول الشتاء فيها ما بيهزرش. لما بنقول روسيا فإحنا بنتكلم عن واحدة من أكتر الدول اللي الشتاء فيها بيكون صعب جدا. في مناطق زي سيبيريا البرد هناك مش بس قارس، ده بيبقى حاجة أقرب للتجميد الكامل. درجة الحرارة ممكن توصل لسالب 50 درجة مئوية وأحيانا بتعدي كمان. تخيل إنك تخرج بره البيت تحس إن الهواء نفسه بيعور وشك بسبب شدته وبرودته. الشتاء في روسيا مش مجرد تلج بيتساقط، ده بيبقى موسم مليان تحديات حقيقية. الطرق هناك في بعض الأوقات بتبقى مش واضحة بسبب تراكم السلوك، والناس بيحتاجوا معدات خاصة عشان يقدروا يتحركوا. العربيات لازم تكون مجهزة بإطارات ضد الانزلاق، وحتى البنزين بيكون بنوع معين عشان ما يتجمدش. الغريب بقى ان الروس عندهم قدرة غير طبيعية على التعايش مع البرد ده. وفي مدينة ياكوستيك اللي بتعتبر واحدة من ابرد مدن العالم، الناس عايشين حياة طبيعية وبيروحوا شغلهم واطفالهم بيروحوا المدارس حتى لو درجة الحرارة وصلت لسالب 40. مش بس كده، الروس بيعملوا مهرجانات شتوية مبهجة زي مهرجان التماثيل الجليدية اللي الناس فيه بينحتوا اشكال مذهلة من التلج المتجمد. والاكل كمان هناك بيختلف في الشتاء، بيحبوا الاكلات اللي بتدي طاقة زي الشوربات السخنة والأطعمة الدهنية، وحتى المشروبات السخنة اللي زي الشاي الروسي التقليدي بتبقى ضرورية عشان الجسم يفضل دافي. هنسافر بقى من روسيا لكندا اللي معروفة ان الشتاء عندها مش مجرد برد عادي، ده بيبقى تحدي يومي للناس اللي عايشين هناك. في مدن زي وينيبيج في مقاطعة مانيتوبا درجة الحرارة ممكن توصل لسالب 35 درجة مئوية أو أقل، ومع الرياح القوية بتحس إن البرد بيخترق هدومك ويوصل لعظمك. مشهد إن الشوارع بتغرق في الثلوج لدرجة إن العربيات بتختفي خالص تحتها بيكون عادي جدا هناك. ده غير ان كندا بتعاني من ظاهرة اسمها العواصف الثلجية، ودي عواصف شديدة جدا بتغطي كل حاجة في لحظات وبتخلي الرؤية معدومة تماما. وفي المواقف دي الناس بتبقى مضطرة تقعد في بيوتها لساعات او ايام، وفي بعض الاماكن النائية الحياة بتتوقف تماما. لكن المدهش ان الكنديين متعودين على البرد ده وبيلاقوا طرق ابداعية يتأقلموا بيها. يعني مثلا في مدينة اوتاوا بيعملوا مهرجان شتوي كل سنة اسمه وينترلود، الناس فيه بيتزحلقوا على قناة راديو اللي بتتجمد وبتتحول لأطول ساحة تزلج طبيعية في العالم. وفي الأماكن الريفية والنائية الناس بيستخدموا وسائل تنقل زي الزلاجات اللي بتجرها الكلاب أو حتى عربيات الجليد اللي بتمشي على الثلج. ومن أكتر الحاجات الملفتة إن الكنديين بيعتمدوا على البنية التحتية القوية في مواجهة الشتاء، والشوارع هناك بتبقى مجهزة بخدمات إزالة السلوك، وبيستخدموا كميات ضخمة من الملح عشان يدوبوا الجليد اللي بيغطي الطرق. ده غير إن البيوت نفسها بتكون معزولة بشكل قوي جدا عشان تمنع دخول البرد. وحتى الأكل في كندا في الشتاء بيبقى ليه طابع مختلف. الناس هناك بتلجأ للأكلات الغنية بالسعرات الحرارية زي البوتن، وده طبق كندي مشهور عبارة عن بطاطس مقلية متغطية بالجبنة وصوص سخن عشان يدي الجسم طاقة ويحافظ على الدفء. لما نسيب كندا بقى ونروح للنرويج هنلاقي انها مش مجرد بلد شتاها بارد، دي بلد فيها الشتاء بيعيش جوه تفاصيل الحياة اليومية. تخيل انك بتعيش في مكان في شمال النرويج زي مدينة ترومسو اللي بيحصل فيها ظاهرة اسمها الليل القطبي. في الظاهرة دي الشمس ما بتطلعش اصلا لمدة شهور، والناس بتعيش في ظلام شبه كامل، والبرد هناك بيكون قاسي جدا بدرجات حرارة بتوصل لتحت الصفر بكتير واحيانا بتعدي 20 درجة مئوية. والحياة هناك مش سهلة، خصوصا ان الجو بيبقى مليان تلج والشوارع بتتحول لممرات متجمدة. بس الغريب ان الناس هناك متأقلمين تماما وبيعتبروا الشتاء مش مجرد فصل، لكن هو فرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة. وده بيظهر في حبهم للأنشطة الشتوية زي التزلج على الجليد وتسلق الجبال المتجمدة. ومن أكتر الحاجات اللي بتميز النرويج في الشتاء هي ظاهرة الشفق القطبي أو الأورورا اللي بتتحول ساعتها السماء لرسمة متحركة بألوان خضراء وبنفسجية مبهرة. والناس بييجوا من كل العالم عشان يشوفوا
المنظر ده، خصوصا في اماكن زي جزر لوفوتن او مدينة ألتا اللي بتعتبر مركزية لرؤية الظاهرة دي بوضوح. النرويج مش بس بتعيش على الجمال، لكن هي كمان بتستعد كويس للبرد، والبيوت هناك بتبقى معزولة بشكل ممتاز، والاكل بيتغير في الشتاء عشان يدي الجسم طاقة كافية. والاكلات الشعبية زي لافسا اللي هو عبارة عن عيش تقليدي بيتاكل مع السمك المدخن او شوربة السمك السخن بتساعد السكان يفضلوا دافيين. ده غير ان وسائل المواصلات في النرويج بتتعامل مع الشتاء بشكل احترافي، والقطارات بتفضل شغالة حتى في اشد الظروف، والشوارع بتتنظف من التلج بسرعة عشان تفضل صالحة للاستخدام. وبالرغم من كل ده، النرويجيين عندهم نظرة ايجابية جدا للشتاء، وبيعتبروا ان الضلمة والبرد فرصة انهم يقربوا من عيلتهم واصحابهم ويستمتعوا باوقات دافية جوه البيوت اللي منورينها بالشموع. لما نمشي من النرويج بقى ونروح لفنلندا، هنلاقي ان الشتاء هناك مش هزار، والبرد ممكن يوصل لسالب 40 درجة مئوية. البلد دي معروفة بغاباتها اللي بتتحول لكتل جليدية ضخمة، ومع ذلك الناس هناك بيلاقوا متعة في البرد. عندهم حاجة اسمها ساونا الجليد، ودي بتبقى عبارة عن أوضة سخنة في قلب التلج، وبعدها ينطوا في بحيرة متجمدة. ده غير الشفق القطبي اللي بيظهر في الشمال وبيخلي الجو هناك مليان سحر. لو عدينا من كل الدول اللي فوق دي بقى ورحنا لجرينلاند، هنلاقي جزيرة عملاقة أغلبها متغطي بالجليد طول السنة، شتاءها بيبقى لا يحتمل. تخيل معايا كده إن في قرى هناك بتتعزل تماما بسبب التلج، والناس مش بيقدروا يتحركوا إلا بالطيارات الهليكوبتر أو الزلاجات، ومع ذلك السكان الأصليين هناك اللي هم الإسكيمو متأقلمين تماما على البرد ده، وبيعيشوا في بيوت اسمها الإيجلو اللي بتساعدهم يفضلوا دافيين. لو رحنا ايسلندا بقى، هنعرف انها البلد المشهورة بالبراكين والتلوج. رغم ان البراكين النشطة هناك بتعمل شوية دفء في بعض المناطق، الا ان الشتاء في ايسلندا بيكون صعب جدا. تخيل كده انك تمشي في وسط التلوج وتشوف مية سخنة بتطلع من الارض بسبب الينابيع الحارة. الناس هناك بيستخدموا الموارد الطبيعية دي للتدفئة وحتى للاستحمام في بحيرات ساخنة وسط التلوج. ودلوقتي يلا بينا بقى نروح على السويد، علشان الجو في ايسلندا كان دافي شوية، وخصوصا في المناطق الشمالية اللي زي كيرونا. الشتاء فيها بيكون قصة تانية خالص. البرد هناك بيوصل لدرجة ان العربيات بتبقى محتاجة سخانات خاصة عشان تشتغل، ورغم كده السويديين بيحبوا الشتاء وبيشاركوا في رياضات زي التزلج على الجليد وبناء الاكواخ الثلجية. سيبك بقى من كل اللي فات ده وتعالى معايا للبلد الغريبة دي. كتير من الناس بيعتقدوا ان الصحاري دايما حارة، صح؟ منغوليا بقى بتغير الفكرة دي تماما. الشتاء في صحاريها زي صحراء جوبي بيكون قارس جدا، ودرجات الحرارة بتوصل لسالب 45 درجة مئوية، والسكان البدو هناك بيفضلوا يتنقلوا من مكان لمكان علشان يلاقوا مأوى يحميهم من البرد الشديد. يلا بينا بقى نسافر على ألاسكا علشان نختمها خالص ونتكتك مع بعض. ألاسكا هي الجزء المتجمد من الولايات المتحدة. البرد هناك بيبقى غير طبيعي، تخيل ان الثلوج ممكن توصل لارتفاع 3 متر في بعض المناطق، ودرجات الحرارة بتنخفض بشكل خطير، والناس هناك بيعتمدوا على هدوم خاصة جدا عشان يقدروا يتحملوا الأجواء دي. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.